زوجة وأم لطفلين بعد ما اكتشفت إنها مريضة كانسر وأيامها في الدنيا قليلة، قررت تعمل أي حاجة علشان تكون عايشة وسط عيالها حتى بعد موتها. والفكرة بتاعتها على قد ما كانت فكرة عادية جدا في البداية وزيها زي أي حد بيعمل فيديوهات على النت، على قد ما كانت السبب الرئيسي في إن حياة عيالها تمشي مظبوطة من بعد وفاتها. وعلشان كل ده يحصل كان لازم باباهم يشوف بنفسه سلسلة الفيديوهات دي. يعني تقدر تقول كده إن الست حطت له كتالوج لحياته وحياة عيالهم علشان يمشوا عليه، ومن خلال الفيديوهات دي قدر يكتشف أسرار كتيرة جدا ما كانش يعرف حاجة عنها. اخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا مع يوسف ومراته أمينة، وبالتحديد وقت ما كانوا رايحين يشتروا مدفن جديد، وصاحبنا ما كانش يعرف إن أول شخص هيدخل المدفن ده هي مراته، لأن بعد مرور سنة بنشوف يوسف وهو خارج من المدفن بعد ما دفن أمينة. وده خلينا أعرفك إن أمينة كان عندها كانسر وبتتعالج منه. واللي عايزك تعرفه كمان إن الاتنين دول كان روحهم في بعض وبيحبوا بعض جدا، ويمكن ده كان السبب الرئيسي في الحالة النفسية اللي يوسف دخل فيها. يعني ما كانش مصدق إن مراته تسيبه بدري بالشكل ده في مركب لوحده ومعاه طفلين اللي هم منصور وكريمة. ساعتها يوسف كان متلخبط ما بين شعوره بالحزن وشعوره بالخوف من المسؤولية وتربية الأولاد اللي ما يعرفش عنهم أي حاجة في حياتهم. اكمن يعني أمينة هي اللي كانت شايلة الليلة كلها، وهو كان من شغله للبيت ومن البيت لشغله. بس دلوقتي فهو بقى مجبور يعيش معاهم دور الأب والأم، ويقوم بالدور ده والدور ده في نفس الوقت. وعلشان كده فأنا لازم أعرفك على أهم اتنين هيقفوا جنبه، أخوه حنفي وأسامة اللي هو أخو أمينة. وعلى قد ما كانوا زعلانين على موت أمينة وفراقها ليهم، على قد ما كانوا عايزين يقفوا مع يوسف ويساعدوه في أي حاجة تخص عياله، لأن زي ما قلت لك يوسف ما يعرفش أي حاجة عن ولاده. ويمكن هو ده السبب اللي مخلي علاقته مع عياله مش أحسن حاجة. والسبب الأول والأخير في كل ده هو حبه لشغله، وإنه دايما يعني مشغول ومش فاضي. وده خلى كريمة تقول له طالما أنت دايما مشغول ومش فاضي تكون أب، خلفتنا ليه؟ وبسبب كلمة زي دي يوسف اتخنق وقرر يروح يزور مراته، وقعد يحكي معاها ويعرفها إن الشيلة تقيلة عليه لوحده وإنه مش قدها، بس هو من جواه عايز يبقى قدها، لكن ما كانش عارف إزاي يعمل كده. وقال لها إنه محتاجها ومحتاج إنها تكون جنبه. وقبل ما أكمل لك يوسف قرر يعمل إيه، خليني الأول أقول لك إن أمينة كانت عاملة قناة على اليوتيوب علشان توعي الناس وخصوصا الأمهات إنهم إزاي يتعاملوا مع أولادهم، بمعنى أصح إيه اللي المفروض يعملوه وإيه اللي المفروض يبعدوا عنه. وده لأنها خبيرة تربية وفي نفس الوقت وعلشان كده قررت تعمل لهم سلسلة من فيديوهات اسمها كتالوج أمينة. وبدأ يدور في فيديوهات أمينة ويسمع كل حرف هي بتقوله ويعمل بكل نصيحة بتوجهها للأمهات في الفيديوهات. حتى وهو قاعد في الشركة بتاعته بقى يفضي وقت علشان يشوف الفيديوهات دي. وبعد ما أخد كل التعليمات من أول فيديو ونفذها بالحرف الواحد، كل اللي عمله راح على الفاضي، لأنه يوم ما قرر يمشي على الكتالوج مشي على كتالوج اللانش بوكس بتاع عياله. وبعد ما جهز لهم كل حاجة على المظبوط اكتشف إن النهاردة الجمعة ومفيش مدرسة، وعلشان كده قرر يدي السندوتشات لعم جورج القبطان. وعم جورج ده يا سيدي واحد ساكن في نفس العمارة اللي يوسف ساكن فيها. مش كده وبس، لا ده كمان ساكن في الشقة اللي قصاده. أهم معلومة عايزك تعرفها عن عم جورج إنه شخص انطوائي ومش بيخرج من بيته مهما حصل. ده غير إنه قافل باب الشقة على نفسه ومش بيسمح لأي حد إنه يدخل الشقة بتاعته. وحكايته ما تختلفش كتير عن حكاية يوسف، شخص مراته توفت ومش باقيله منها غير شوية صور بيفتكرها بيهم. واللي نعرفه إن عم جورج عايش من زمان جدا في شقته دي، وكان شاهد على حاجات كتيرة حصلت في بيت يوسف وأمينة. وعلشان كده عم جورج هيكون ليه دور مهم جدا معانا. وبالتالي فعم جورج قال له إن أمينة ما كانتش بتعمل اللانش بوكس وتكوي هدومهم، لا ده أنا كنت بشوفها وهي طالعة ونازلة مع الأولاد ما بين خروجات والدكاترة ونوادي. يعني اهتمامك بيهم جوه البيت لوحده مش هيكون كفاية، فشوف هي كانت بتعمل ايه بالظبط ونفذه بالحرف. وبالفعل يوسف عمل بكلام عم جورج واخد العيال وخرجهم في الاماكن اللي هم عايزينها. اي نعم منصور وكريمة ما كانوش متفقين على مكان واحد، لكن يوسف عمل اللي عليه وودى كل واحد فيهم للمكان اللي هو عايزه. وتاني يوم ظبط لهم الدنيا وجهز لهم هدومهم وشنطهم ووصلهم للمدرسة. وقبل ما نخرج من المدرسة خلينا اعرفك على هويدا كانت مدرسة عربي في المدرسة بتاعت كريمة ومنصور، وسافرت فترة وبعدين رجعت للتدريس مرة تانية. بس مش ده المهم ان اول لقاء بينها وبين يوسف كان هيخبطها فيه بالعربية، وبعدها اتقابلوا مرة تانية في مكتب مديرة المدرسة بعد ما كل واحد فيهم قرر يشتكي التاني. هويدا راحت تشتكي يوسف كولي امر اتجاوز حدوده وكلمها على رقمها الشخصي واتطول عليها، وكذلك هو كمان راح يشتكيها لمديرة المدرسة
المدرسة علشان بتشغل في المدرسة عندها مدرسات مش بيفكروا وبيدرسوا العيال مناهج غلط في غلط، والست كانت هتعمل معاه مشكلة لكن اعتذرت له على آخر لحظة. وبمجرد ما كريمة شافتها في المدرسة جريت وسلمت عليها، وبما ان هويدا كانت الميس بتاعتها من زمان فهي تعرف أمينة معرفة شخصية، وزعلت جدا لما عرفت انها توفت، وزعلت اكتر على كريمة ومنصور، ويمكن ده اللي خلاها تدي رقمها لكريمة وتقول لها انك تقدري تكلميني في اي وقت لو احتجت اي حاجة، بما ان يعني خلاص مش هسافر تاني وهستقر في البلد. ومن اللحظة دي وهويدا بقت موجودة دايما في حياتهم. على زاوية تانية بنشوف يوسف عامل انترفيوهات لشوية من الستات علشان يشوف مين فيهم اللي ينفع تكون الناني بتاعت عياله، ورسي بيه الامر انه يتدبس في الست ام هاشم. وبعد فرهدة يوم طويل يوسف جات له مكالمة بالليل من شخص وست مجهولين بيقولوا انهم يعرفوا امينة، وده من خلال التبرعات اللي هي كانت ناوية تعملها. فاتصدموا اول ما عرفوا انها توفت، لكن ده ما كانش السبب الحقيقي ورا الاتنين دول، واتضح ان معاهم سر تاني الامينة كان سبق واستأمنتهم عليه وما قدروش يقولوا ليوسف على السر ده. ايه بقى السر ده؟ هقولك، بس قبل ما اقولك هنمر بشوية احداث مهمين هيكشفوا لنا اسرار تانية. في الوقت ده كان اول شهر رمضان يعدي عليهم وامينة مش معاهم، وكان باين على الاولاد قد ايه متأثرين جدا بالموضوع ده. فيوسف فتح فيديوهات امينة واتفرج عليها وعلى اللي كانت بتعمله في اول يوم رمضان، وعمل زيها بالظبط، انه يعني يعلق الزينة ويحتفلوا برمضان كأن امينة كانت معهم. وفي اول يوم كل واحد فيهم كان مشغول في حاجة معينة بيعملها، يعني اسامة كان بيحاول يعمل اي اكل من اكلات امينة علشان يحسوا بالاجواء الرمضانية، اما كريمة فعزمت هويدا علشان تفطر معاهم بعد ما عرفت ان ملهاش حد تفطر معاه، وعملت كده من غير ما تقول لباباها، لانها لما قالت له اول مرة رفض وقال لها نبقى نعزمها بعدين. فالبنت نفذت اللي في دماغها وحطت باباها قدام الامر الواقع، لكن بالطول بالعرض الفطار عدى كويس من غير مشاكل. بس هويدا استغلت وجودها هناك وكلمت يوسف بخصوص موضوع المسرحية بتاعت كريمة، وقالت له ان كريمة نفسها جدا تمثل في المسرحية دي، لكن اللي منعها تعمل كده هي الظروف اللي انتوا فيها، فلو تقدر تكلمها وتقنعها تشارك هكون شاكرة جدا ليك. وبالفعل يوسف قعد واتكلم مع كريمة وقال لها ان مامتها هتكون فرحانة بيها جدا لو عملت الحاجة اللي بتحبها، وبالفعل كريمة اقتنعت بكلامه وشاركت في المسرحية. ساعتها يوسف اتفرج على فيديو من فيديوهات أمينة بتتكلم فيه عن أهمية انك تكون قريب من أولادك وما تخليش في مسافة بينك وبينهم، سواء بقى كنت هتقرب منهم بقعدة حلوة تتكلموا فيها سوا أو بخروجة أو بحاجة حلوة هم بيحبوها، المهم انهم يستمتعوا بكل لحظة حلوة يقضوها سوا كأنها آخر لحظة. وبعد ما كل حاجة كانت ماشية تمام ظهر واحد اسمه رجب ويبقى سمسار في المنطقة اللي يوسف عايش فيها. الشخص ده ظهر لأسامة وقال له انا عايز اقول لك حاجة مهمة بخصوص الست أمينة الله يرحمها، وقبل ما اعرفك الحوار على ايه خليني اقول لك ان الجماعة اللي أسامة رايح يقابلهم هم نفسهم الراجل والست اللي سبق وكلموا يوسف في نص الليل، واتضح ان السر اللي أمينة كانت مخبياه معاهم هي الشقة اللي هم فيها حاليا. اصل الشقة دي أمينة كانت مأجرها منهم قبل ما تموت ودفع ايجار 6 شهور، وكانت ناوية تنقل فيها بعد ما تسيب بيت جوزها، وهو ده الكلام اللي الست قالته لأسامة حرفا كده. ساعتها أسامة ما كانش مصدق ودانه، اصل ايه اللي كان هيخلي أمينة تسيب البيت وتمشي بالرغم من ان روحها فيه وفي اولادها وفي جوزها؟ ده بقى سر تاني لسه محدش يعرف حاجة عنه. وبالنسبة لكريمة فبعد ما قدمت في المسرحية والدنيا مشيت معاها تمام، قدمت باسم مامتها في مسابقة الام المثالية، حاجة غريبة محدش كان فاهمها حتى يوسف ذات نفسه، وعلشان كده فهي قالت له ان مش ضروري اللي بيقدموا في مسابقة الام المثالية تكون امهاتهم عايشة، وبعدين يعني مش الام المثالية بتاخد اللقب ده علشان كل حاجة هي عملتها مع اولادها؟ فهل انا مش من حقي افرح بماما وبكل حاجة عملتها معانا؟ والمرة دي كانت اول مرة يوسف يوافق كريمة على كلامها ومرضيش يرفض اللي هي بتعمله. ومش كريمة بس اللي بقى دايما معاها في اي حاجة، لا ده حتى منصور بقى يروح معاه الماتشات ويشجع معاه الفريق اللي بيحبه، وكل ده علشان منصور بيحب الكورة ونفسه ينجح فيها. المعلومة هنا ان المدرب بتاع منصور هو نفسه عمه حنفي، وهو اكتر شخص عارف ازاي منصور بيحب الكورة ومتعلق بيها، وعلشان كده واقف معاه في اي خطوة بياخدها. وطبعا قبل ما بنشوف اي تغيير في حياة يوسف بيكون قبلها شاف فيديوهات مراته واخد منها النصيحة، والمرة دي كانت النصيحة عن اهمية دعم الاولاد في الحاجات اللي بيحبوها، وانهم اول ما يبصوا على الجمهور لازم يشوفوا اهاليهم اول ناس قاعدة وبتشجعهم، لاننا لما بنصدق احلام اولادنا هم كمان بيصدقوها، وبالتالي فده يعرفنا ان امينة قدرت تكون عايشة وسط عيالها حتى وهي مش موجودة، ولولا الكتالوج بتاعها ما كانش كل ده هيتغير. وفي يوم تكريم الام المثالية كريمة طلعت واتكلمت عن مامتها وعن كل حاجة حلوة عملتها معاهم، والنهاردة فهي
هي جاية تحتفل بمامتها لأن ده حقها عليها ولأنها هتفضل أحسن أم بالنسبة لها. وبالرغم من إن أمينة ما كانتش موجودة معاهم إلا إنها فازت بلقب الأم المثالية علشان تكون قدوة لكل الأمهات. ووسط الفرحة دي كلها بنشوف أسوأ خبر ممكن نتوقعه. اتضح إن حنفي هو كمان مريض سرطان وبيتعالج، بس لحد دلوقتي محدش يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. أما منصور وكريمة فالاتنين ما بقوش زي الأول مع باباهم، وبسبب خوفهم منه فيهم اللي كذب عليه وفيهم اللي خبى عنه حاجات مهمة. خلينا أفهمك أكتر. منصور مسك موبايل باباه وشاف عليه إيميل من المدرسة بالدرجات بتاعته، وعرف إنه جايب درجات وحشة، وعلشان باباه ما يحرمهوش من تدريب الكورة أول ما يكتشف حاجة زي دي قرر إنه يمسح الميل. أما كريمة فمخبية على باباها إنها بتكلم ولد أكبر منها، ولما قفشهم سوا كدبت عليه وقالت له إنه أخو صاحبتها وإنها واقفة معاه يعني علشان تصالحه هو وأخته. لكن سواء كان منصور أو كريمة فالاتنين اتكشفوا قدام باباهم، والاتنين شافوا رد وحش منه. يعني يوسف جاله رسالة من المدرسة إن عنده اجتماع ولي أمر بخصوص ابنه منصور، وهناك اكتشف إن الولد درجاته وحشة، وعلشان كده زعق له وحرمه من التدريب وقال له مفيش تدريب لحد ما تحسن درجاتك. أما كريمة فشافها مع الولد ده مرة تانية وعرف إنه ماشي معاها، فخلى عيد ميلادها أسوأ عيد ميلاد بعد ما هزاها قدام صحابها. بس في النهاية الأولاد حلوا الإشكال اللي بينهم وبين باباهم واعتذروا منه، وبعدين عوض لها عيد الميلاد اللي باظ. أما منصور فقدر يكتشف سر الكابتن حنفي، وده من خلال شريط البرشام اللي لقاه مع حنفي، وكان هو نفسه شريط البرشام اللي أمينة كانت بتاخد منه. بس الكابتن حنفي طلب منه ما يجيبش سيرة لأي حد، وفهمه يعني إن الدكتور طمنه وقال له إنه هيبقى كويس. المهم إن بعد ما كريمة ومنصور خلصوا امتحاناتهم قرروا يسافروا في الأجازة زي ما بيعملوا كل سنة. المشكلة فين بقى؟ إن يوسف قال لهويدا إنها تقدر تسافر معاهم، مش كده وبس، لا ده كمان قال لهالة السكرتيرة بتاعته إنها هي كمان تقدر تروح معاهم. واللي عايزك تخلي بالك منه إن كريمة بدأت تتضايق من وجود هويدا معاهم في كل مكان وفي كل وقت، وشايفة يعني إنها ممكن تاخد باباها منها وبكده تبقى خسرت مامتها وباباها. وفي نفس الوقت يوسف اكتشف من إيميلات أمينة إنها كانت ناوية تتطلق منه. مش محتاج أقول لك قد إيه يوسف كان مصدوم من اللي شافه، وقال لهويدا أنا كنت بخاف أنام وأصحى ألاقيها ماتت وسابتني فتقوم هي اللي تبقى عايزة تسيبني. ومن بعد ما شاف الإيميل ده وكل حاجة باظت، وكل اللي بقى يفكر فيه أنا عملت إيه علشان تبقى عايزة تسيبيني يا أمينة. وبعد ما رجعوا من السفر راح يزورها وساب الدبلة بتاعته على المدفن. أما كريمة فطولت على هويدا وقالت لها بعيدي عننا وسيبينا في حالنا، انت السبب في المشاكل اللي بتحصل في بيتنا. وده طبعا بعد ما بان عليها وعلى يوسف انهم معجبين ببعض. وبعد ما واجهتها بالكلام ده واجهت باباها بيه، بس الموضوع كبر وخرج عن سيطرتهم والمشاكل بدأت تكبر في البيت. ده غير أسامة اللي وقع بلسانه قدام يوسف وقال له على حوار الشقة اياها، يعني اكد له الموضوع اكتر واكتر. ولان المصائب لا تأتي فرادى كابتن حنفي هو كمان تعب ونقلوه على المستشفى في اسرع وقت. وهناك منصور قال ليوسف على سر كابتن حنفي وانه مريض كانسر. على زاوية تانية القبطان جورج اخيرا قرر يفتح باب شقته وطلب من كريمة وام هاشم انهم يدخلوا عنده علشان يقول لهم حاجة مهمة، وقال لك ان الحاجة دي خلاص جه وقتها، بس اتفق معاهم ما يجيبوش سيرة ليوسف لان دي وصية مامتهم. وده كان عبارة عن فيديو الأمينة كانت محملاه على فلاشة وسايباه مع القبطان. واللي عايزك تعرفه ان من بعد الفيديو ده منصور وكريمة بقوا راضيين جدا عن علاقة باباهم بهويدا، لحد اللحظة اللي منصور وقع فيها بلسانه قدام باباه وجاب سيرة الفيديو. وعلشان كده جورج اضطر يوريه ليوسف. وفي الفيديو ده أمينة بتقول السبب اللي خلاها كانت عايزة تسيب البيت وتطلب الطلاق لأنها ما كانتش عايزة عيالها يشوفوا شكلها بعد ما يتغير بسبب مرضها، وكذلك كانت عايزة يوسف يكرهها ويطلقها علشان يشوف حياته من بعدها ويتجوز مرة تانية، وبالتالي في عيالها مش هيتحرموا من وجود الأم حتى لو ما كانتش أمهم الحقيقية. ومن بعد الفيديو يوسف قرر يسيب هويدا لأنه مش هيقدر يحب تاني من بعد أمينة اللي مازال بيحبها ومتعلق بيها. وفي المشهد الأخير يوسف قرر يعمل برنامج يحفظوا عليه ذكرياتهم مع أشخاص بيحبوهم، وما يقدروش يفتحوا الذكريات دي غير لما صاحبها يموت. بمعنى تاني الذكريات اللي هيسيبوها لحبايبهم على البرنامج ده هتقدر تواسيهم وتفكرهم بالحاجات الحلوة اللي في حياتهم. والبرنامج ده اسمه كتالوج، وبالتالي فنقدر نقول ان لولا كتالوج أمينة ما كانش كل ده هيتغير. وخلص المسلسل. سؤال المسلسل بيقول هل انت مع ام ضد اللي أمينة عملته؟ يعني انها كانت ناوية تطلب الطلاق علشان السبب اللي وضحناه في المسلسل. اكتب لي تعليقك وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو.